ذي الجلال المنعوت بصفات الكمال، والصلاة والسلام على أشرف رسله محمد بن عبد الله، خير من اختاره الله واصطفاه وأدبه وعلمه واجتباه. أما بعد، فكلما قرأت أو سمعت أن أحدا من غير المسلمين قد استهزأ برسولنا الأمين، قلت في نفسي أنى لي به حتى أمزق قلبه أو أحطم رأسه، ولكني سرعان ما أتوب إلى نفسي وأقول حتى وإن تمكنت منه ربما خرج غيره الكثير، فما العمل إذن وما التدبير وكيف السبيل لنصرة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم؟ سألت أستاذي وشيخي وشكوت له همي، قال يا بني إن أفضل سبيل لنصرة نبيك هو حبك. قلت له حبي؟ قال نعم يا ولدي، بالحب تطيعه ولا تعصيه، ومن كل حاقد تحميه، بالحب ستبلغ الناس جميل سجاياه، وسيعرف الجميع صفاته وحسن محياه. قلت له يا شيخي علمني كيف يكون هذا الحب. قال يا بني اقرأ عن حب الصحابة له في السير، وبعد حين ستعرف الخبر. وطفقت أقلب من السيرة الصفحات أستخرج منها العبر والعظات، وشرعت أتتبع كل حادثة تجسد لي هذا الحب، حتى عثرت على ما وقع في القلب وأسر اللب، حادثة غريبة وواقعة عجيبة، والقاص لها أبو بكر رضي الله عنه، حيث قال كنا في الهجرة وأنا عطشان جدا، فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. يا إلهي ثبت فؤادي، النبي يشرب وأبو بكر يرتوي بشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك، هل رأيت حبا مثل هذا الحب؟ هل بين ضلعيك قلب مثل هذا القلب؟ لم أجد لهذا الحب مثيلا له في الوجود، ولم أرى له نظيرا في سيرة الآباء والجدود. قابلت شيخي وحدثته بما قرأت، قال يا ولدي هذا هو الحب الذي صنع الرجال، هذا هو الحب الذي بنى الأبطال، وإذا عظم في قلبك وفي قلوب الشباب سأرى منك ومنهم العجب العجاب، وستكون أمتنا يا ولدي دوما في القمم، وستظل مهابة بين الأمم. فالمجد يبدأ من محمد شامخا، وبوجهه يزدان كل نهار، والعدل لو تلقاه شخصا ناطقا لرأيته في سيد الأبرار، لو صور الشرف الرفيع بهيكل لوجدته في هيكل المختار. نفديك بالأرواح يا علم الهدى، نفديك بالأرواح والأعمار، نفديك بالأبناء في زمن الصبا، نفديك من دكة إلى دكار. هو فجرنا، هو نورنا، هو فخرنا، هو ذخرنا في البدو والحضار. فعليه صلى الله ما سطع الضياء، وترنمت ورقاء بالأشعار، وعليه صلى الله ما التف الدجى، وترددت ذكراه في الأقطار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.